العصابة النكسة في مصر ولا بتصون اللقمة الحرام. أسامة عسكر المجرم، أحد أركان النظام القذر الديكتاتوري قاتل الشعب المصري، عبد الفتاح السيسي رماه في الزبالة. نبذة كده عن أسامة عسكر. أسامة عسكر دوت هو اللي كان خاطف الرئيس في قاعدة أبو قير العسكرية، لكي لا ننسى، بس علشان بس ما ننساش، عشان نفضل فاكرين، واللي يموت فينا اللي عايش يفكر بقى إخواته إن ده مجرم. وبرغم إجرامه الدكتاتور رماه في صفيحة الزبالة. يعني عشان تعرفوا بس إن هم فعلا ولا بيصونوا اللقمة الحرام. المفتي اللي جه هنا بريطانيا وقال الإخوان المسلمين حرقوا 3000 كنيسة، لغاية ما في البرلمان هنا قالوا له يلا يلا يا كتف أمك من هنا، يلا كفاية كذب، كفاية كذب. برضو اترمى في الزبالة. عرس ياما عرس، اهو خسر الآخرة زي ما خسر الدنيا، لبس البيجامة وقعد في البيت. مين تاني عندنا؟ التالت تفتكروا؟ التالت محمد زكي المجرم القذر، المجرم القذر اللي قبض على دكتور محمد مرسي، اللي كان أحد أركان أو أحد أهم أركان الانقلاب العسكري على مصر. لبس البيجامة برضو وقعد في البيت. وبالمناسبة عنده 3 سرطانات، الله الله يعفي عنه، ولسه خسرتوا الدنيا وهتخسروا الآخرة. شفتوا قائد الانقلاب العسكري ما تمرش فيه خدماتكم ما كانتش اناف بالنسبة له ان هو يخليكوا قاعدين معاه، ما كانتش كافية بالنسبة له ابدا، وعمرها ما هتكون كافية. هو كده حل الانقلابات العسكرية والعصابات. وبما انكم عصابات مجرمة، وبما ان الفصل داخل على او المسرحية داخلة على التشابتر الاخير او الفصل الاخير فيها، فخلاص جيم اوفر. البلد خلاص هتعلن دويلات، وانتوا اتحطيتوا اوريدي في صفحة قذرة جدا من صفحات التاريخ كأفراد انقلاب عسكري تم على جمهورية مصر العربية. هيكتب عنك الكلام ده يا أسامة عسكر، هيكتب عنك الكلام ده يا مفتي، ربنا ينتقم منك دنيا وآخرة. هيكتب عنك الكلام ده يا محمد يا زكي يا صهيوني. يعني لا كسبت دنيا ولا آخرة، كسبت فلوس هتكون عليك حسرة إن شاء الله بإذن الله، تصرفها على السرطان، على عيل بايظ عندك. بس هي دي آخرتكم. آخرتكم قربت، وآخرتكم سودة مع الشعب المصري. المسرحية الانقلاب خلاص انتهت، 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 لأن انتوا بقيتوا مكشوفين ومفضوحين قدام الشعب المصري كله، كله بقى شايفكم.